انتوا مش هتصدقوا اللي حصل لي. كنت فاكرة ان يوم فرحي هيبقى أحلى يوم في حياتي، بس اتحول لأسوأ كابوس عشته خالص. في وسط الفرحة والضحك كان في واحد بيراقبني، واحد مش من المعازيم، واحد محدش يعرفه، واحد ظهر في كل صورة من صور الفرح. إزاي؟ ومين هو؟ النهاردة هحكي لكم حكايتي كاملة، حكاية خلت حياتي جحيم وخلتني أخاف أنام بالليل. بس قبل ما أبدأ، اعملوا لايك واشتركوا في القناة عشان موضوع النهاردة مش عادي خالص. كنت بحلم بيوم فرحي من وأنا صغيرة. اخترت الفستان الأبيض اللي كان زي الحلم، والقاعة اللي كانت زي قصر من قصور الأفلام. كل حاجة كانت مظبوطة لأصغر تفصيلة. المصور كان محترف جدا، اسمه أحمد، وكان شغله حلو قوي. قال لي إنه هيصور كل لحظة مهمة وإنه الصور هتطلع تحفة فنية. وفعلا، بس اللي ما كنتش أعرفه إن الصور دي هتبقى سبب في دمار حياتي كلها. الفرح بدأ والناس كلها فرحانة، الأهل والأصحاب، الرقص والغنى، كل حاجة كانت بيرفكت. بس في نص الفرحة لاحظت حاجة غريبة. كنت واقفة باخد صور مع العريس وحسيت إن في حد بيبصلي، بص قوي مش بص عادي. دورت حواليا ما لقيتش حد، قلت يمكن مجرد إحساس. بعد الفرح بأسبوع المصور سلمني الصور، فتحت الألبوم وأنا مبسوطة جدا، عايزة أشوف أحلى لحظات حياتي. بس لما بدأت أقلب في الصور شفت حاجة خلتني أتجمد في مكاني. في كل صورة من غير استثناء كان في راجل واقف في الخلفية، مش من المعازيم، مش من أهلي ولا أهل جوزي. راجل غريب تماما، لابس بدلة سودة وبيبصلي بطريقة مش طبيعية. في الأول قلت يمكن صدفة، يمكن واحد من الشارع دخل بالغلط. بس لما عديت الصور لقيته في الصور اللي في بداية الفرح وفي النص وفي الآخر. إزاي واحد مش معزوم يفضل في الفرح كل الوقت ده ومحدش ياخد باله منه؟ صحيت جوزي ووريته الصور، حتى هو اتصدم. قال لي إنه مش فاكر إنه شاف الراجل ده في الفرح خالص. اتصلنا بأهلنا، سألنا كل الناس اللي كانت موجودة، كلهم قالوا نفس الكلام، مش فاكرين إننا شفنا الراجل ده قبل كده. قررت إني أوصل للحقيقة، مش معقول واحد يخش فرحي ومحدش ياخد باله منه. بدأت أدرس الصور بالتفصيل. الراجل كان دايما في الخلفية، بعيد شوية بس موجود. وأكتر حاجة خوفتني إن في كل صورة كان بيبصلي أنا بالذات، مش العريس مش الضيوف، أنا. رحت للمصور وسألته، قال لي إنه مش فاكر الراجل ده خالص. حتى المصور نفسه اتصدم لما شاف الصور. قال لي حاجة خلتني أتجمد، أنا مش فاكر إني صورته، الصور دي اتخذت لوحدها. إيه يعني اتخذت لوحدها؟ سألته يفسر لي. قال لي إن الكاميرا بتصور أوتوماتيك أحياناً، وإنه ممكن حد يبقى واقف في مكان والكاميرا تصوره من غير ما المصور ياخد باله. بس الحتة اللي مش مفهومة، إزاي الراجل ده عرف مواعيد التصوير؟ إزاي كان دايماً في المكان المناسب في الوقت المناسب؟ بعد ما اكتشفت الموضوع ده ببتين بدأت أحس إني مراقبة، في الشارع، في الشغل، حتى قدام البيت. كل ما أطلع أحس إن في حد بيتابعني. جوزي في الأول مصدقنيش، قال لي إني بتوهم وإن الموضوع أثر عليا نفسياً. بس بعد فترة حتى هو بدأ يحس بنفس الإحساس. النهاردة هحكي لكم حاجة أول مرة أقولها. قبل الفرح بأسبوع كنت نازلة أشتري حاجات آخر حاجة للفرح، وأنا ماشية في الشارع حسيت إن في حد ماشي ورايا. لما التفت لقيت راجل لابس بدلة سودة، نفس الراجل اللي في الصور. بس في الوقت ده ما كنتش أعرف إنه هو. اتخضيت ومشيت بسرعة، وهو فضل يمشي ورايا لحد ما دخلت محل وما قدرتش أشوفه تاني. يعني هو كان بيتابعني من قبل الفرح. إزاي؟ وليه؟ قررت إني أروح لقسم الشرطة وأبلغ عن الموضوع. أخدت الصور معايا وحكيت للضابط كل اللي حصل. الضابط شاف الصور وقال إن الموضوع فعلا غريب، بس مش فيه جريمة واضحة. الراجل ما ظهرش إنه عمل أي حاجة غلط، هو بس موجود في الصور. قال لي إني أراقب الموضوع وأبلغه لو حصل أي تطور. وفعلا التطور حصل، بس مش زي ما كنت متوقعة. بعد شهر من الفرح كنت راجعة من الشغل،
لقيت جواب تحت الباب مكتوب عليه اسمي بخط واضح. فتحته لقيت صورة مني من يوم الفرح، وتحتها مكتوب: كان فرح جميل وانتي كنتي أجمل عروسة شفتها في حياتي. الصورة دي ما كانتش من الصور اللي المصور سلمها لي، دي صورة اتخذت من زاوية تانية خالص، زاوية محدش كان واقف فيها غير الراجل المجهول ده. من يومها الجوابات بدأت توصل كل أسبوع، جوابات فيها صور مني في أماكن مختلفة، في الشارع، قدام الشغل، حتى وأنا بتسوق، كل صورة ومعاها تعليق مخيف: شفتك النهاردة في المول، كان شكلك حلو قوي، الفستان الأزرق ده مناسبك جدا، عجبني إنك بتحبي تشربي القهوة في الكافيه ده. بقيت خايفة أخرج من البيت، بقيت أشك في كل واحد في الشارع، حياتي اتحولت لجحيم. جوزي حاول يساعدني، غيرنا مكان السكن، غيرت شغلي، حتى غيرت رقم تليفوني، بس الجوابات كانت لسه بتوصل. إزاي بيعرف عنوان البيت الجديد؟ بعد 6 شهور من المعاناة دي حصل اللي ما كنتش متوقعاه أبداً. كنت في الشغل الجديد وزميلتي مريم قالت لي إنها عايزة تفرجني على صور فرحها اللي كان من 2 سنين. قعدت أتفرج على الصور معاها وأنا مبسوطة، لحد ما وصلت لصورة خلتني أصرخ في وسط المكتب: نفس الراجل اللي في صور فرحي كان موجود في صور فرح مريم. مريم اتخضت من صراخي، سألتها عن الراجل ده، قالت لي نفس الكلام اللي قلته أنا، مش عارفة مين هو ومحدش فاكره في الفرح. ساعتها فهمت إن الموضوع أكبر من كده بكتير، ده مش مجرد راجل معجب بيا، ده واحد بيروح الأفراح ويصور العرايس من غير ما حد ياخد باله منه. أنا ومريم قررنا نعمل تحقيق بنفسنا، سألنا صحباتنا المتجوزات عن صور أفراحهم، والنتيجة كانت صادمة أكتر من المتوقع. من 8 صحبات 5 منهم كان الراجل ده موجود في صور فرحهم، كلهم ما كانوش عارفين مين هو، وكلهم حكولي نفس القصة: جوابات غريبة، مطاردة، صور بدون إذن. فهمنا إننا بنتعامل مع مريض نفسي خطير، واحد بيستغل الأفراح عشان يصطاد ضحايا جداد. بس السؤال كان: إزاي بيدخل الأفراح؟ وإزاي محدش بياخد باله منه؟ الجواب جه من مكان ما كنتش مترقعاه. واحدة من الصحبات اسمها نادية قالت لي إنها فاكرة تفصيلة صغيرة: في يوم فرحها شافت راجل زي ده واقف مع المصور، وفكرت إنه مساعدة أو حاجة كده. رحنا للمصور بتاع نادية وواجهناه بالصور. في الأول أنكر، بس لما شاف إننا جمعنا أدلة كتير اعترف بالحقيقة المرة: الراجل ده اسمه سامي، وهو مصور زيي بيشتغل معايا في الأفراح من حوالي 3 سنين. في الأول كان عادي، بس لاحظت إنه بيركز على العرايس أكتر من اللازم. المصور قال إنه لاحظ إن سامي بيصور العرايس لوحده وبيخفي الصور دي، وإنه شك فيه أكتر من مرة بس ما كانش عنده دليل. قال لنا إن سامي دايماً بيسأل عن تفاصيل العرايس: إيه أسمائهم، فين ساكنين، إيه شغلهم، وكان بيقول إنه عشان يعرف يصورهم أحسن. أخيراً عرفنا مين هو العدو، بس كان لسه قدامنا التحدي الأكبر: إزاي نمسكه؟ أنا ومريم والصحبات التانيين خططنا خطة ذكية. واحدة مننا اسمها سارة كانت مخطوبة وهتعمل فرح بعد شهر، قررنا نستخدم فرحها كفخ. تواصلنا مع المصور اللي اعترف وقلنا له يقول لسامي عن الفرح ويدعوه يشارك في التصوير، وفي نفس الوقت تواصلنا مع الشرطة وحضرنا معاهم خطة للقبض عليه. يوم الفرح وصل وسامي جه فعلاً، كان واثق من نفسه قوي، مفكر إنه هيعمل زي كل مرة، بس المرة دي كنا مستنيينه. لما شفناه بيصور سارة بطريقة مريبة ويخفي صور إضافية أشرنا للضباط، اتقبض عليه في الحال، ولقوا مع آلاف الصور للعرايس وعناوين بيوتهم وتفاصيل شخصية كتير. أخيراً العدالة اتحققت، سامي اتحكم عليه بالسجن 5 سنين بتهمة المطاردة والمضايقة والتصوير بدون إذن، وكل العرايس اللي كان بيطاردهم أخيراً بدأوا يعيشوا حياتهم عادي. الحكاية دي علمتني دروس كتير مهمة. أولاً، لو حسيتي إنك مراقبة أو متابعة ما تسكتيش أبداً، كلمي أهلك وبلغي الشرطة. ثانياً، خلي بالكم من المصورين في الأفراح، اتأكدوا إنهم معروفين وليهم سمعة كويسة، وما تخلوش أي حد غريب يشارك في تصوير فرحكم. ثالثاً، لو شفتوا أي حاجة غريبة في صور فرحكم ما تتجاهلوهاش، أحياناً التفاصيل الصغيرة دي بتبقى إنذار مبكر لخطر أكبر. وأخيراً، اعملوا لايك للفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد من البنات، وشاركوه مع كل العرايس اللي تعرفوهم. خلونا نحمي بعض من المرضى النفسيين دول. شكراً ليكم إنكم سمعتوا حكايتي، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من التجربة دي. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. سلام عليكم وربنا يحفظكم جميعاً.